بشارك في وقت مظاهرة قدام مبنى المحافظة للمعلمين بينادوا بحقوقهم. في أثناء تضامني معهم في أثناء الاضراب والاعتصام اللي كانوا المظاهرة اللي كانت مقامة ونادوا بحقوقهم قدام مبنى محافظة أسيوط. كنت واقف أثناء وقوفي طبعا تم الاعتداء على المتظاهرين من أشخاص ينتموا لحزب الحرية والعدالة بالأسلحة البيضاء. فأثناء التظاهرة أنا ومن الموقف ده بتوجه للقائم بالتأمين أفراد الشرطة اللي متواجدين قدام مبنى المحافظة، بقول لهم ده في أشخاص بيحملوا أسلحة بيضاء، حد يتكلم حد يتحرك المفروض إن أنتم تقوموا بدوركم المفروض التأمين. فجأة ببص لقيته ساحب حد من زمايلي اللي كانوا واقفين معايا من الشباب، تم سحبه بطريقه غير ادميه. انا وانا بتدخل وبقول له طب ليه يا فندم انت تقبض عليه؟ انا بقول لك في ناس اعتدت، مش هو ده الشخص اللي اعتدى. فاثناء وهو بياخده رحت انا قلت له بعد ما كنت تسيبه لقيته ماسكني من اللياقه وبيشدني، وفي نفس الوقت طبعا واحد تاني من ضمن شخص ثالث من ضمن الاشخاص اللي كانوا برضه نفس النظام اللي كانوا متواجدين معايا ادى ان هو برضه تم سحله معايا. الطريقه اللي تم السحل بيها انا فجاه مره واحده بص لقيت افراد الامن كلهم بالضبط بما فيهم اللي هو ذات نفسه القائم على التامين نزل عليا ضرب بطريقه غير ادميه، بجرجرني على الارض، قطعوا هدومي، سحبني، ضرب غير ادمي خالص نهائيا، يعني لا اعترف بيه خالص بالادميه خالص معامله مواطن، سحل بطريقه قذره بوصل لدرجه ان هدومي اتجردت مني، وضرب بالاحذيه والعصي. طبعا في اصابات في الجسم طبعا من كدمات في رجلي وفي ظهري وفي جنبي طبعا ادى ليها الضرر، مع العلم ان انا بتكلم اللي هو بساله بقول له هو ان انت ليه بتضربنا ليه؟ طب انت ليه قبضت علينا ليه؟ ما ردش عليا خالص نهائيا، وطالبت في اثناء وانا موجود في مبنى المحافظه ان احنا نتحرك على النيابه. بعد كده مباشره ببص لقيت مفيش اي حاجه خالص اتحركت غير سوى حاجه واحده بس فقط، ده غير ان انا لازم يضغط عليا عشان خاطر بس ان انا ما اذكرش اسم اللواء اللي اتعدى عليا بشخصيا، واسمه اللواء احمد ابو العزايم اللي قام بتامين مبنى المحافظه. هو ده اللي حصل معاه بالتفصيل، وكان معايا شهود عيان في فيديوهات بذلك، ومعايا شخص ثاني تم سحله، ومش عارف اقول ايه بس غير ان احنا اتسحلنا ومفيش حاجه حصلت خالص نهائيا غير ان احنا روحنا بيوتنا ولا في اي شيء ولا عرفنا حاجه اي تحقق معاه انا بقى بنص ضغط الفجر الالكتروني يوم الاربعاء اللي فات، يوم 12/6 حدث كان فيه مظاهرات امام مبنى المحافظه، امام ديوان عام المحافظه من قبل المدرسين. المظاهرات كانت قطع الطريق وطلب، عرفنا ان في فض للمظاهره بالقوه من قبل الجماعه الاخوان المسلمين بالاتفاق مع جماعه الاسلام. احنا جالنا المعلومه دي، حبينا ان احنا نتاكد، نزلنا تحت لقينا ان في سحب للمتظاهرين، ومعانا فيديوهات بكده من قبل الامن مع قيادي بجماعه الاخوان المسلمين هو دكتور وحيد. دكتور وحيد كان بيسحل المتظاهرين مع الداخليه، وبعد كده هو دخل، ما اكتفاش بكده وبس، لا دخل 12 مدرس دخلهم مبنى المحافظه وضربهم. جيت انا اصور الكلام دوت عشان ننشر والناس كلها تعرف حصل الاتي، ان انا تم الاعتداء عليا اولا بالتحرش، ثانيا بضربي ولوي دراعي، علشان ده كله من الكاميرا، والكاميرا اتاخدت من ايدي، ده كله عشان انا ما اصورش، والكاميرا اتاخدت وادوها للامن. بالاضافه ان كان في مدرس معاه ايباد كان مصور الكلام ده كله، خدوا الايباد بتاع المدرس دوت علشان ما ينشرش اي حاجه كانت عليه. حصلت ان انا اتعرفت بزمايلي الصحفيين، لان انا كان حوالي 30 او 40 شخص، مفيش شخص فيهم اتكلم قال له عيب. طلبت من زمايلي ان هم ينزلوا، اتصلت بيهم نزلوا، كان معايا 3 من زمايلي بيتكلموا بيقولوا حضرتك مين؟ انت دلوقتي من حق انت مين عشان وانت مسؤول عن ايه بالظبط عشان تضرب الناس، تؤمر الامن والامن يستجيب لك. طلب منا ان احنا نركب عربيه رحلات ودقنا وعايز يطردنا من قلب المحافظه، رفضنا، خلينا معاه. وبعد كده اتكلمنا الامن بره، كلمنا نائب مساعد مدير الامن قال روحوا اعملوا محضر، وبعد كده احنا عملنا محضر. اللي حصل بقى كمان ان واحد زميلي بيكلم مدير الامن عشان يعرف الامن مين بالظبط اللي ماسك الامن في المحافظه المسؤول عنه، ابو القاسم الوظيف ولا دكتور وحيد. دكتور وحيد خد الموبايل من زميلي
وضربوا لطشوا بالقلم. ودخلنا ساعتها في اللحظه دي احنا كنا مع كتير عم محافظه استاذ جمال ادم بنتكلم. استاذ جمال ادم ما كانش فيه في ايديه حاجه، ما عملناش اي حاجه، ما جبناش حقنا، رحنا عملنا محضر. وفي الاخر خالص الحكايه كلها كام رقم المحضر يا استاذ إلهام؟ كام رقم المحضر؟ 5053 جنح. يعني 5053 لسنة 2013 جنح بندر ثاني اسيوط. بالظبط كده. تمام كملي. وبعد كده هو الليله كلها تم تهديدنا والضغط علينا ان احنا نتنازل، واحنا رفضنا ان احنا نتنازل وقلنا لا ما ينفعش، دي كرامتنا وحقنا. ايه نوع الضغط اللي تعرضتي له عشان تتنازلي؟ الضغط اللي انا تعرضت له ان انا اتحبس، وتم تهديدي بالحبس، وتم تهديدي من قبل ناس كتيره جدا، وانا رفضت برضه ان انا اتنازل، سواء انا سواء زميلي اللي كان معايا. وبعد كده هو الليله كلها احنا زي ما بيقولوا كان في تعتم، يعني لان الموضوع دوت كان في تعتم ان الموضوع ما يكبرش. وفي الاخر الامر جه من النائب العام في مصر باخلاء سبيل للجميع. تمام. ايه اللي اتخذته الجهات الامنيه قبل التعدي اللي حصل عليك انت وزمايلك؟ ما حصلش اي حاجه، ما عملش اي حاجه. شكرا يا استاذ. أنا اسمي ياسر بدر منصور، ناشط سياسي. اللي حصل يوم الأربعاء موافق 12/6 كان في فعالية منظمينها المعلمين عشان يطلبوا بحقوقهم في التثبيت قصة بزمايلهم اللي في المحافظات الثانية. نزلنا نتضامن مع الناس دي في طلباتهم المشروعة وبصورة سلمية دون أي اعتداء على المنشآت أو سب وقصف لأحد الهيئات. كانت مظاهرة سلمية بمعنى كلمة السلمية، اللي احنا فوجئنا بأحد أو بالسيارة تمر وينزل من هذه السيارة عدة أشخاص يحملون السنج والشوم يحاولون الاعتداء على المتظاهرين. فوجئت بأن أحد اللواءات المكلفين بتأمين مبنى ديوان عام محافظة أسيوط ويدعى اللواء أحمد أبو العزايم إنه بيجر واحد صاحبي اللي هو محمود مصطفى بيسحله على مبنى المحافظة. حاولت اتدخل بس قالوا ليه؟ طب هو عمل ايه؟ طب سيبه، طب ما هو ما عملش حاجه. فوجئت بان هو بيأمر امناء الشرطه والعساكر اللي تابعين ليه انهم يقبضوا عليا، وبنفس اللفظ بيقول لهم هاتوا ده كمان معاه. وتعدى عليا بالضرب واحدث بي اصابات في وجهي وفي ضلوعي. تعدى عليا بالضرب وتسبب ابشع الالفاظ بالام والاب بالالفاظ التي انتهي اني اذكرها امام سيادتكم. اقتدنا بعد ذلك لمكتب مخصص للامن داخل المحافظه وواصل الاعتداء علينا انا والزميل محمود. ما كانش قدامنا غير ان احنا نقول له احنا عاوزين نطلع النيابه، لكن دون جدوى. استمرت الاعتداءات. بعد كده لما حس ان هو ممكن يتعرض للمساءله القانونيه حاول يبعت لنا ناس يجبرنا ان احنا نعتذر له على حاجة احنا ما نعرفش ليه. طلبنا نعرف ايه ليه احنا عملنا ايه عشان يحصل معانا كده. رفض حد ان يدينا مبرر للي حصل. احنا كمان رفضنا ان احنا نعتذر. وبالتالي اقتدونا احنا لاسم تاني اسيوط مدعين ان احنا حاولنا نتهجم على مبنى المحافظة ومتعدين على قوات الامن. اثنين لا حول لهم ولا قوة تهجموا على قوة من ضباط وجنود مكونة من أكثر من 50 جندي وضابط وعسكري. اثنين بس اتعدوا عليهم بالضرب. وده كان فيه مهانة شخصية ليا في جسدي وفي نفسي عن طريق الشتايم بالألفاظ التي أنا أذكرها أمام سيادتكم.